حضرتك كنت موجود؟ كنت موجود، كنت موجود. شرف معي. حضرتك كنت من أول الجريمة شيء؟ لا، أنا ما شفتها من أولها، أنا شفت آخرها. ما فهمت. أنا كنت راجع من شغلي، سمعت المرحومة عم تصرخ. بعدين لقيت أخوها شادي جررها من شعرها وبساحب سكينة، جابها لهون لعند البلوعة وذبحها، وصار يصرخ: يا ناس، يا عالم، أنا غسلت عالي بإيدي، أنا غسلت عالي بإيدي. أنا الحقيقة كنت بدي أركض لعنده خلصوا السكينة بس ما لحقته. طيب وبعد ما ذبحها ما شفت شيء؟ ما سمعت شيء؟ أنا شفت وسمعت. إيه عمو، شو شفت وشو سمعت؟ احكي لي. شفته هو عم يشحطها من شعرها وعم يسبها وعم يقول لها: بدي اشرب من دمك يا حقيرة يا عايبة. شو يعني عايبة؟ بعدين جدو، بعدين بحكي لك شو هي. وبعدين عمو شو صار؟ فاتوا على البناية، بعدين أنا فتت لأطلع على البيت. بعدين شفتهم طالعين من الشقة، هو ماسكها من شعرها وعم بيقول لها: غير على البلوعة مالي دابحك يا ناقصة. ورد قال لها: يا عايبة. بس أنا ما فهمت شو يعني ناقصة وعايبة. وبعدين شو صار؟ بعدين نزلوا هو عم يجرجرها، وفجأة جنب البلوعة حط السكين على رقبتها وشختها. طيب يعطيكم العافية، بتقدروا تروحوا على بيوتكم.